ازيكم يا شباب؟ في يوم 11 سبتمبر سنة 2001 وعلى الساعة 9:47 صباحا تصطدم طائرة أمريكان إيرلاينز 11 في برج التجارة العالمي الشمالي النورث تاور. بعديها بحوالي 13 دقيقة الساعة 9:03 تصطدم طائرة يونايتد إيرلاينز 175 في برج التجارة العالمي الجنوبي وتعدي زمن، والامريكان 77 تخبط في البنتاجون، ويونايتد 93 تقع. طب ايه السبب ورا كل ده؟ وايه اللي حصل يوم 11 سبتمبر اصلا؟ ايه الحكايه يعني؟ ايه علشان علشان منها نوصل للزد، يعني من الالف للياء. انا هقول لكم دلوقتي، بس ما تنسوش لايك سبسكرايب، يلا بينا نبدا. الحكاية كلها بتبدأ سنة 89 في نهاية حقبة الحرب الباردة، غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان. طب ليه السبب؟ إيه السبب؟ باختصار، الاتحاد السوفيتي كانت زي ما احنا قلنا في الحرب الباردة إن هو كان نظام شيوعي، ولكن الشيوعية عادية لنص الكوكب. في أفغانستان سي... في أفغانستان سيطر النظام الشيوعي على البلد، وده اللي خلى في معارضات كتير. يعني المعارضة كترت أوي في الفترة دي، فالنظام الشيوعي غزا أفغانستان لحماية الحكومة الأفغانية الشيوعية. يعني زي ما احنا اتفقنا، يعني حرب باردة من غير أي قتال مباشر ما بين السوفيت والأمريكان. الأمريكان طبعا يعني مع حلف الناتو قدموا دعم لأفغانستان وانتصروا على الاتحاد السوفيتي، والكلام ده زي ما احنا قلنا قبل سنة 89، يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بسنتين. ومن هنا بقى انطلقت واحدة من أخطر التنظيمات في التاريخ، اللي هي تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. وكانت الدنيا زي الفل ما بين أسامة بن لادن وأمريكا، والدنيا كانت حلوة زي الفل تمام مية مية، لحد غزو العراق للكويت سنة 91 في حرب الخليج. وهنا قررت أمريكا إنها تتدخل في الغزو ده، وأسامة بن لادن اعترض. يعني ديت خلافات عربية، يعني خناقة ما بين العرب وبعضهم. إيه اللي دخل أمريكا في الموضوع؟ فده اللي زعل أمريكا، اللي كان وقتها رئيسها جورج بوش الأب. خلصنا من فترة رونالد ريغان خلاص. وكان من هنا بدأت العداوة ما بين تنظيم القاعدة وطالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت شرارة الضربات الأمريكية تولع. بدأت تخطيط لعمليات تخريبية في أمريكا. أولها كانت سنة 92، لما واحد من تنظيم القاعدة اتخانق مع واحد من اللي ميسموش في أمريكا، فاتقبض عليه، ولقوا في بيته مستندات أمريكية في قمة السرية، يعني اللي هي الأوراق اللي عليها توب سيكريت دي، واللي هي كانت عبارة عن إن ديت مخططات لاستهداف أمريكا دلوقتي أو فيما بعد. ده كانت أول شرارة. تاني شرارة كانت سنة 96، لما انفجرت عربية في جراج، كانت تقريبا عربية مفخخة، كان في جراج مركز التجارة العالمي أو أحد برجين التجارة. والشرارات دي بدأت تعلى لحد ما أسامة بن لادن رسميا أعلن الحرب على أمريكا. وبعد ما أمريكا يعتبر كشفت بن لادن إن هو قائد القاعدة وكده يعني. وكانت الأحداث اللي حصلت دي اللي هي ما بين 92 ل 2001 ما كانتش مرتبطة
بن لادن أو بالقاعدة حتى. لكن بعد ما تم اكتشاف الموضوع ده، بقت كل التهم دي محطوطة يا في القاعدة يا في بن لادن، لحد ما تيجي سنة 2001، وهنا بدأت كل حاجة. أحداث 11 سبتمبر. إيه اللي حصل؟ في صباح يوم 11 سبتمبر سنة 2001، وتحديدا على الساعة 8:47 اتضربت برج التجارة العالمي بطيارة أمريكان إيرلاينز 77. اللي حصل، كانت الطيارة اختطفت قبل الهجوم قبل الضربة بعد قبل ما برج المراقبة. الضربة دي كانت قبل ما برج المراقبة يعلنوا إن هما فقدوا اتصال بالطيارة، ومش عارفين هي فين، ومش عارفين هي مش بيتكلموا عليه، وهي طلعت من مطار بعيد عن نيويورك خالص أصلا، في شمالها. آخر مرة المراقبين اللي لاحظوها كانوا معتقدين إن هي يعني حالة طوارئ، وممكن يرجعوا يعني مثلا على مطار جون اف كينيدي أو حاجة زي كده. لكن اللي حصل كان عكس كده تماما. الطيارة كانت رايحة تضرب برج التجارة العالمي النورث تاور. بعد ما بدأوا الكفرينج، وبعدها بحوالي 18 دقيقة، الساعة 9:03، يونايتد ايرلاينز 175، يونايتد ايرلاينز رقم 175 رحلة طيران، خبطت في الساوث تاور، البرج الجنوبي. يعني طيارة في النورث تاور وطيارة في الساوث تاور، وسط مشهد يعني صادم للكل. علشان تعرفوا ما كانت الطيارات اتضربت فين بالظبط، الطيارة الأولى عرفنا إن هي اتضربت، يعني عرفنا إن هي ضربت برج التجارة ما بين دور 93 و99. لكن لكن لم يتم التحديد بالظبط. يونايتد ايرلاينز 175 ضربت ما بين دورين ايه، بس يعني ممكن نقول ما بين 52 وال63 مثلا. ضربت في النص على طول. والمشهد كان مفاجئ، واللي هو ازاي أمريكا تتعرض للهجوم ده، وكله ردت جملة أمريكا is under attack. تقول لي طب رئيس بوش الأب كان فين؟ مستر بريزيدنت بوش ذا فاذر كان فين؟ أقول لك إن هو كان في زيارة لمدرسة في فلوريدا، بعيدا عن نيويورك والليلة اللي كانوا عاملينها دي. ووصل له الخبر من هنا، خبر اصطدام الطيارة الأولى، وقال عادي يعني ممكن تكون حادثة طبيعية زي أي حادثة في العالم، موت ميكانيكي، الطيارة اغمى عليه كده يعني. بس لما وصل له خبر اليونايتد ايرلاينز 175، قال لك بس كده يبقى ده هجوم إلهي. وفي سياق متصل، كان النائب العام الأمريكي كان في بيته قاعد قلقان. تقول لي ليه قاعد قلقان وزعلان في نفس الوقت؟ علشان ضحايا البرجين مثلا؟ علشان مراته كانت على طيارة وسط 4200 طيارة في اللحظة اللي هو كان قلقان فيها، ومن ضمنهم طيارتين لسه ضاربين البرجين. في وسط القلق ده كله يجيله تليفون من مراته، يقول لها انت كنت فين، وكنت هموت من القلق عليكي، وانت عاملة ايه، انت كويسة وكده. فقامت قالت له الحق طيارتي اتخطبت. ايه البلوت تويست اللي انا بعمله على رحلة ايه؟ امريكان ايرلاينز 77. وديت بقى ما كانتش وجهتها اي حتة من حتة نيويورك خالص، كانت رايحة مباشرة للوايت هاوس، للبيت الابيض. وتعرفوا ان لما الطيارة امريكان 77 اتخطفت، ما كانتش باينة للرادارات على انها طيارة مدنية. تسألوني ليه؟ علشان كانت بتعمل مناورات عسكرية وهي طيارة مدنية. يعني هي طيارة مدنية بتعمل مناورات عسكرية، مش طيران مدني. بعديها
قبل ما توصل للوايت هاوس ب9 كيلومتر تحول مسارها للبنتاجون. تعرفين البنتاجون ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية؟ يا حلاوة. واحد اهو البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية، على الرغم إن كانت وجهتها الوايت هاوس، لكن الأوتو بايلوت اللي هو الطيار الآلي عود المسار عشان ما يضربش الوايت هاوس، أو علشان يعني على فاكر إن هو عاوز ينزل في أقرب مطار في واشنطن كده يعني. كانت وجهتها أصلا وايت هاوس، والأوتو بايلوت حود الطيارة علشان يعني يبعدها عن المقرات الحكومية وكده، قامت لبست في البيت ده بس. وزوجة النائب الأمريكي مع السلامة كده شكرا. واللي هي كانت واحدة من اللي بيدافعوا عن بوش الأب في كل حتة في الإعلام. وتقولي الهجمات خلصت على كده؟ أقول لك لا، لسه في طيارة كمان، يونايتد ايرلاينز 93. سبحان الله، يونايتد ايرلاينز وامريكان ايرلاينز، اللي 4 طيارات تبع الشركتين. بعدين وكانت وجهتها البيت الابيض، وفي الناحيه التانية في فلوريدا كانوا الحرس خايفين ان هم يطلعوا على واشنطن لحسن يكون الوايت هاوس هو كمان مستهدف. يعني برجين التجاره ودولات البنتاجون يبقى الدور على مين؟ الوايت هاوس، سهله. وبعد حوار طويل الحرس قال ان امن مكان ان هو القاعدة الجوية باركسديل، اللي هي كانت قاعدة جوية عسكرية. وتقول لي طب البرجين يعني البرجين اللي عمالين يولعوا محدش فكر فيهم ليه؟ لا، ما انا اقول لك، رجال الاطفاء كانوا بيحاولوا يطفوا الحريقة. في ناس ما بين برج التجارة العالمي الاول والتاني، من يعني الادوار اللي فوق اثار الطيارة، اثار الطيارتين من النورث تاور او الساوث تاور، كانوا يعني السلالم اللي كانت بتأدي لتحت خلاص يعني اتدمرت بسبب الطيارة. فقرروا ايه بقى؟ ينطوا من الأدوار العالية اللي هم فيها ونزلوا على الأرض نفسها. يعني اللي هو يعني ازاي فكروا فيها اوتوماتيك. وضمنها كان في صور فيديوهات للموضوع ده، من ضمنها صورة اتحط باسم ذا فولينج مان. برضه ايه اللي حصل؟ على الساعة 9:59 البرج التاني اللي كان لسه مضروب بقالوش 56 دقيقة، اللي هو الساوث تاور، انهار بطريقة اسمها البانكيك افكت، اللي هي تقعد من تحت تتكسر وتتكسر وتتكسر، والتاني ينزل، وبقية المبنى من فوق تنزل بشكل عمودي من غير ما تميل كده وكده. ديت يعني اللي هي بداية التحقيقات والكلام ده، ديت محتاج لها فيديو لوحدها. والمبنى ده مش الوحيد اللي انهار بالبانكيك افكت. برضو النورث تاور انهار بالبانكيك افكت على الساعة 10:23 بعد ساعة وشوية من انهيار، يعني قول ساعة ونص مثلا. وهم بينهاروا نشب حريق صغير في مبنى رقم 7، اللي هي جزء من المنطقة بتاعت مركز التجارة العالمي، والطبيعي إن هي كانت لازقة في النورث والساوث تاور، فنشب حريق صغير. فيعني تقول لي عادي حريقة ويطفوها، وأقول لك من كمية الرماد والركام اللي نزل على الأرض من برجين التجارة بالبانكيك إفكت، الدنيا قلبت عاصفة ترابية مرة واحدة. والحريق البسيط ده بتاع المبنى رقم 7 قعد 7 ساعات، قعد 7 ساعات يولع لحد ما 25 دقيقة وانهار هو كمان. ويونايتد ايرلاينز 93 الركاب عرفوا ان في عمليه اختطاف طيارات واستهدافات شغاله. فلما لقوا الخاطفين بيقولوا ما هنرجع الطياره بس، اتخانقوا معاهم. فالطيار قال لك ما بتضحكش ان هننزل على الارض. وفعلا وقعت الطياره في منطقه شانكسفيلا في بنسلفانيا، على بعد حوالي 40 دقيقة من البيت فقط. بس ده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك سبسكرايب، وخلصت الحكاية.